السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. معكم أحمد يونس، والنهاردة هنتكلم في موضوع مضايقني شوية، هو ليه محمد هاني أساسي في المنتخب وفي النادي الأهلي. الغريب إن محمد هاني بقاله سنين كتير قوي بيلعب في النادي الأهلي ومحدش يعرف إيه السبب. الغريب برضه إن محمد هاني بقى بيروح المنتخب، ومش بس كده، حسام حسن مقتنع إن هاني أساسي وبيلعبوا كل الماتشات، وكل مرة الفرقة تتغير حوالين منه إلا هو. الموضوع ده غريب جدا ومؤرق وعجيب بجد. ليه بقى؟ في العادة بيبقى فيه لعيبة كتير في نفس الوضع ده، بس اللعيبة دي بتشوفها مثلا لعيبة نصابة. يعني لعيب بيضحك على الجمهور شوية بان هو بيقعد يزعق ويضغط ومش عارف ايه ويعمل له كام تاكل مثلا، فتقول ماشي لعيب نصاب وضحك على الناس، ماشي شغال. محمد هاني مش كده، راجل هادي جدا جدا جدا. تقريبا محمد هاني ما بيعملش اي رياكت، ودايما هادي، ممكن ما تحسش بيه اصلا، ما تسمعلوش صوت. طب هنقول مثلا الراجل قوي هجوميا، في باكات كتير بتبقى قوية جدا هجوميا ودفاعيا تعبان، وبتلعب على اساس ده، اغطيله مثلا ظهره باي حد وهو يشتغل قدام وشغال. وكمثال على كده مثلا كان عندنا حازم امام باك يمين الزمالك، ما كانش بيعرف يدافع بس كان الراجل حريف، وكان لما بيلعب بيبقى كويس، اصاباته كتير، بس الزمالك كان ساعات ياما بيحتاجه فبيلعبه، فكانت الناس مفهوم شويه هو ليه بيلعب في الزمالك. محمد هاني هتلاقيه مش كده خالص. الراجل اللي هو مميز مثلا في العرضيات، ولا هو مراوغ جيد، ولا حتى بيسد. ماشي، نقول هل الراجل دفاعيا مثلا قوي؟ في مدافعين كتير بتبقى قوتهم مثلا الدفاع، المدرب بيحطه وبيعتمده كأنه مدافع تالت، وبيهاجم مثلا بوينج ما بيدافعش، فيبقى كده الناحيتين، الناحية مثلا الناحية ديت خلاص متكافئة، وينج ما بيدافعش وباك ما بيهاجمش وشغالة. هتلاقي ان محمد هاني ثغرة. وعندك ماتش بالميراس واللي حصل فيه كان اكتر مثال واضح جدا للعيان. الموضوع فعلا غريب، وحتى ما فيش حاجة مبررة لأي حاجة هو ليه بيلعب. والأغرب من كده، وأغرب حاجة حصلت في الكرة المصرية، إن إبراهيم حسن قال إن محمد هاني هو أحسن باك يمين في مصر. ما تفهمش هو ليه قال التصريح ده، وهنرجع للتصريح ده قدام. بس عشان اثبت لك بس ان الموضوع كارثي، عندك النادي الاهلي مثلا جاب مين عشان يلعب مكان محمد هاني؟ جاب كريم فؤاد، وجاب عمر كمال، وكل الناس دي كانت بتقعد احتياطي. ليه؟ ولو الاهلي فعلا هو شايف ان محمد هاني لعيب كويس، ما كانش هيجيب له ناس احتياطيين. ما انا لو الباك بتاعي كان كويس، ليه اجيب له ناس في نفس مثلا معدله السني او قريبه منه ويستطيعوا ان هم يلعبوا مكانه؟ لو هو الراجل اللي واقف مكانه وسد مكانه، كنت ممكن مثلا تحط له باك مثلا ناشئ يتعلم منه، بالذات ان هاني كبير في السن ومش صغير. بس الحقيقه ان الاهلي عارف ان هو الراجل مستواه تعبان جدا، وعشان كده هتلاقي ان اكرم توفيق اللي هو اصلا لاعب وسط ملعب الاهلي كان بيلعبه، ده اكبر دليل ان هو اصلا يعني ما ينفعش ومش مستواه ما يليقش اصلا ان هو يبقى اساسي في الاهلي. نرجع تاني للتصريح بتاع ابراهيم حسن. لو انت مستغرب اني او بتقول عادي يعني واحد ما بيفهمش كوره وزيه زي اي حد، فانت عندك ان ابراهيم حسن ده كان احسن باك يمين في تاريخ مصر في وجهة نظر الناس كتير قوي. انت متخيل مثلا انت مش بس مساعد لحسام حسن اخوه في المنتخب، لا انت راجل كنت احسن باك يمين، وبتتكلم عن باك يمين، يعني ده مستوى، يعني ده انت اكتر واحد تعرف مواصفات المركز ده. مستغرب جدا من التصريح لحد دلوقتي، واتمنى بصراحة ان احنا يعني يظهر عندنا باكات يمين تشيل المنتخب فعلا، وناس تانية تاخد الفرصة. واتمنى ان الموضوع ما يكونش مثلا واسطة، ويكون وراه وجهة نظر فنية، او يكون وراه اي قناعات. ويا ريت يا ريت يا ريت ونفسي بصراحة ان المدرب بتاعنا يشرح وجهة نظر فنية، يعني لما يطلع في الاستوديو التحليلي مثلا، او يطلع مثلا في لقاء او حاجة، والناس تنتقده ليه اخترت محمد هاني مثلا باك يمين، يطلع يقول والله محمد هاني بيقدم لي واحد اتنين تلاتة. ساعتها احنا هنعرف نحكم على محمد هاني ان كان هو فعلا بيأدي الادوار اللي المدرب طالبها منه، ولا الموضوع كده متاخد وخلاص. في النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبك. سلام عليكم.